ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم هند حمد على قناة حياتك احلى من حمد. هعمل معاكم النهارده مشروب ان شاء الله هتشربه بعد وجبة الغداء، او اي وجبة تقيلة او اي وجبة تحسوا بعدين بالانتفاخ. عايزه اقول لكم هيريحكم جدا جدا جدا. المشروب ده مريح للمعدة، مريح للقولون، مريح في مرض ارتجاع المريء. عايزه اقول لكم هتجربوا المشروب ده ان شاء الله هيريحكم جدا، وعن تجربة انا جربته وعايزه اقول لكم يعني بيريحني جدا جدا جدا. مكونات المشروب: شاي اخضر، ينسون، شمر، كراوية، ربع معلقة صغيرة نعناع ناشف أو عودين نعناع أخضر فريش، ربع معلقة صغيرة حبة البركة، 2 قرنفل، تليوم. أساسي في الوصفة شاي أخضر، ينسون، شمر، كراوية، ربع معلقة صغيرة نعناع ناشف أو عودين نعناع أخضر فريش، ربع معلقة صغيرة حبة البركة، 2 قرنفل. دول أساسي في الوصفة. التليو ده اختياري، يعني أو لأ. تمام. هجيب كوباية كبيرة كده زي ما انتم شايفين. خلاص، يستحسن تكون الكوباية كبيرة لأن الأعشاب كتير. تمام. وهنعمل بقى ايه؟ هنفضي هنفضي باكت اليانسون وباكت الشمر وباكت الكراوية. تمام. في الكوباية. أما التلي والشاي الأخضر مش هنفضيهم. حطيت باكت اليانسون وباكت الشمر وباكت الكراوية. خلاص فضيتهم من الباكت بتاعتهم. خلاص هحط بقى 2 قرنفل. حطيت النعناع الناشف وحطيت حبة البركة، ربع معلقة صغيرة نعناع ناشف وربع معلقة صغيرة حبة البركة. لو مش متواجد نعناع ناشف هتحطي عودين نعناع أخضر فريش. حطيت التليو والشاي الأخضر. هصب عليهم بقى المية السخنة. وهغطيها لمدة 5 دقايق. أي غطا فنجان قهوة أو غطا ستانلس لمدة 5 دقايق، وبعد كده بقى آه اشربوه. عايزه اقول لكم يا جماعه المشروب ده مريح كمان في حالات الحموضه، حالات الغازات، الانتفاخات، القولون العصبي، ارتجاع المريء، التهاب المعده. عايزه اقول لكم مريح جدا جدا جدا. ان شاء الله تجربوه ويعجبكم. كده 6 و5 دقايق. قدموا بقى الف هنا وشفا. عايزه اقول لكم يا جماعه يا ريت كمان لما طبعا بعد ما تشربوا المشروب تاكلوا اللي هو اليانسون والشمر والكراوي والحاجات دي. عايزه اقول لكم مفيده جدا جدا جدا. تاكلوها. عايزه اقول لكم يعني انتوا كده بتاخدوا الفايده كامله. لو انتوا كلتوا الاعشاب دي كمان بتاخدوا الفايده كامله. ان شاء الله تجربوا المشروب ده ان شاء الله ويعجبكم. ان شاء الله تجربوه ويعجبكم. عايزه اقول لكم والله فعلا عن تجربه مريح جدا جدا جدا. لو عجبك الفيديو لايك واشتراك في القناه، ويا ريت تدعموني بالاشتراك. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.